هي أسهل طريقة لنعمل فيها الكوكونات كيك اللي طالعة ترند هالفترة. من الكيك لخليط الكريمة للحشوة، خطوات سهلة بتعطيكي نتيجة كتير طيبة. جهزت كيك الريد فيلفت، رح نزل لكم طريقة الكيك بفيديو لحالها لحتى ما طول عليكم الفيديو. شوفوا ما شاء الله الكيك طلعت كأنها قطعة مخمل. شلت وجه الكيك وقصيت الكيك لطبقتين بنفس السماكة وتركته على جنب ليبرد، وبلشت بتجهيز الحشوة. للحشوة أخذت 300 غرام من الفواكه المجمدة المشكلة، توت أزرق وتوت أسود وفراولة، وحطيت لهم 3 معالق سكر وعصرة ليمون وتركتهم على النار لحتى يتسبكوا. حطيتهم بصحن وطحنتهم بالبلندر وتركتهم على جنب ليبردوا. لخليط الكريمة بصحن غميق خفقت 4 مغلفات من الدريم ويب مع كاسة ونص من الحليب السائل البارد، خفقتهم كتير منيح لحتى أحصل على قوام كثيف. وبصحن تاني حطيت 200 غرام جبنة كريمي مع تلت كوب حليب مكثف محلى و250 غرام قشطة، وخلطتن كتير منيح لحتى تجانست المكونات. حطيت هذا الخليط على خليط الكريمة وخفقت كتير منيح. الخليط رح يكون كتير ناعم وبشهي. وضفت عليه كمية من جوز الهند، الكمية اختيارية، وقلبت بالسباتولا لحتى حافظ على قوام الكريمة. بصحن البايركس حطيت نص خليط الكريمة ومديته كتير منيح بقاعدة الكيك، وحطيت أول طبقة من الكيك، بعدين نزلت الحشوة ووزعتها بالتساوي وحطيت طبقة الكيك التانية. أنا استعملت البايركس أكبر من قياس الكيك لحتى الكريمة تغلف الكيك من كل الجهات. حطيت الطبقة الأخيرة من الكريمة وبردتها بالبراد ليلة كاملة. بعدين زينتها بجوز الهند وحبات الفراولة وقطعتها وقدمتها. وإذا عجبتكن لا تنسوا اللايك للفيديو.